السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض الكريب الجميل اللي انتوا شايفينه ده، كريب اقتصادي من غير بيض ولا لبن. طبعا كنت عايزه اعمله بصراحه بالبيض واللبن، بس انا قلت بلاش علشانكم نعمله اقتصادي مع بعض. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ. هنجيب مع بعض كوبايتين دقيق زي ما انتوا شايفين، هنحط عليهم نص معلقة ملح، معلقة سكر، رشة فلفل اسمر زي ما انتوا شايفين، وهنقلبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ممكن تستخدموا الهاند بلندر او المضرب الكهربائي او الخلاط لو انتوا عايزين، اللي متاح عندكم ممكن تستخدموه. انا استخدمت معاكم المضرب اليدوي علشان تشوفوه لو ما عندكوش اي حاجه من اللي انا قلت عليه. تمام. هنحط طبعا معلقتين زيت زي ما انتوا شايفين، وهنقلب، وهنجيب معانا كوبايتين ميه، بس هنحطهم شويه شويه، مش هنحطهم كلهم مع بعض، هنحط شويه ونقلب. هنشوف ايه تبع العجينه، لان الدقيق بيختلف عن الدقيق التاني، يعني ما فيش دقيق زي بعض، فهنحط شويه شويه ونقلب تبع العجينه، تبع الخليط اللي قدامنا. هنشوفه لو لقينا لسه تقيل طبعا هنحط له ميه تاني. هنفضل نحط شويه شويه. محتاج ميه برضو، لسه تقيل. انا بعمله معاكم خطوه بخطوه علشان تشوفوه بنفسكم، مش راضيه اجري الفيديو علشان تشوفوه. ماشي، حطينا اهوت ميه، لسه في دقيق في الجوانب بتاعه البوله بتاعتنا. هنلم الدقيق كله برضو لسه تقيل. طبعا احنا خدنا الكوبايتين الميه كلهم خلصناهم، هنجيب شويه ميه كمان وهنحط له شويه ميه. لسه في دقيق اهو، هنجيب شويه ميه كمان. اهو ما خدش ايه، يعني قولوا معلقتين ميه كمان فوق الكوبايتين على كوبايتين الدقيق. كده بقى كويس اهو، الخليط حلو مش مكلكع ولا اي حاجه. لو لقيتوا فيه تكتلات ممكن ان انتوا تصفوه بالمصفى يا اما بالشاشه، اللي متاح عندكم تستخدموه. تمام كده الخليط جاهز معانا اهو. نقلبه علشان لو في اي تكتلات نقلب بسرعه كده مع بعض. جميل اهوت، مفيش اي تكتلات ولا حاجه، زي ما انتوا شايفين قدامكم خطوه بخطوه. هنسيبه بقى على جنب شويه عقبال ما نسوي الحشوه بتاعتنا في طاسه على النار. هنسوي بقى الحشوه بتاعه الكريب اللي انتوا تحبوه، حابين تحطوا اي حاجه. انا جبت بانيه، ناجتس، وسوسيس، هسويهم كلهم الاول زي ما انتوا شايفين. هنسويهم لوحدهم الاول، مش هياخدوا وقت يعني. تمام، هنسويهم كويس، نقلبهم من الناحية التانية. بس هنبدأ بقى ايه، نطلعهم اهو.
وبعدين هنبدأ نقطعهم بقى يا جماعة، نقطعهم علشان نستخدمهم في حشوة الكريب بتاعنا. تمام، مش هنبدأ بقى نسوي الكريب بتاعنا. هنجيب صينية على النار، على النار اهي يا جماعة، طاسة على النار. طبعا ما عنديش الطاسة بتاعة الكريب اللي بيعملوها بتاعة الجريل دي، بنستخدم الطاسة اللي عندنا، بندهنها زيت زي ما انتوا شايفين كده بمنديل علشان نشيل الزيت الزايد. لو في اي زيت زيادة بندهنها كده وبنشيل الزيت الزيادة. ماشي، حطيت بقى انا الخلطة بتاعة الكريب في شفشق زي ما انتوا شايفين علشان يبقى سهل ان انا اصبه في الصينية بتاعتنا. صبيته اهو. طبعا تحاولوا تظبطوها وتحركوا الصينية لحد ما تكمل كلها بالخليط زي ما انتوا شايفين. طبعا تخلوا النار وسط يا جماعة، لا واطية قوي ولا عالية قوي، علشان الكريب بتاعنا لازم يستوي كويس. لازم الكريب يكون مستوي. العجينة ديت بتاخد ايه سوا معانا شوية. ماشي، هنديلها الوقت بتاعها خالص لحد ما تستوي. بعمل معاكم خطوة بخطوة اهو علشان تشوفوه بنفسكم. بحاول ان انا اظبط الصينية كل شوية احركها كده علشان لو في جنب ما تحمرش او ما استواش يستوي معانا. بدأ ان هو يستوي اهو زي ما انتوا شايفين. هنبقى نقلبه بقى على الوش التاني. هياخد برضو شوية كده بس طبعا ما نحمروش قوي كده. طلعناه وعملت واحدة تانية اهو زي ما انتوا شايفين. برضو بحرك الصينية لحد ما الخليط يملى الصينية كلها زي ما انتوا شايفين. وهنسيبه يستوي براحته. بنحاول نحرك الصينية برضو عشان لو في حتة ما استوتش تستوي معانا. لما تبدأ بقى تستوي بنحاول نسلكها من اطراف الصينية كده يا جماعة علشان نعرف نقلبها مع بعض. الكوبايتين دول يا جماعة عملوا لي تقريبا أربعة كريب. كوبايتين الدقيق عملوا لي 4 كريب. تابع بقى ما انتي عايزاه تخين عايزاه رقيق براحتك بقى زي ما انتي تحبي. نسيبها تستوي براحتها وبعدين بنقلبها الناحية التانية برضو تاخد سوا. وبعدين بنشيلها ونحط غيرها. قلبناها اهو. بنسيبها تاخد سوا شوية ونشيلها ونعمل غيرها. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نقلبها برضو زي ما انتوا شايفين. ونطلعها
وحطينا غيرها. الحاجات دي يا جماعة اوفر بكتير من ما تشتريها بره. بنجيبها من بره بأقل حاجة ب50 جنيه. مش مستاهل. اي حاجة ممكن نعملها في البيت بنعملها. دلوقتي هنبدأ بقى ان احنا نطبقه زي ما انتوا شايفين كده، عشان نبدأ نحط الحشوة بتاعتنا. اول حاجة تنيته زي ما انتوا شايفين اهو، وبعدين حطيت هنا مستردة. هبدأ ادهنها، اوزع المستردة في المساحة كلها. وبعدين هحط جبنة مبشورة. ديت خليط من الجبنة يا جماعة، جبنة رومي على جبنة شيدر على موتزاريلا. بنحطها تحت كده علشان نحط فوقيها الحشوة ما تطلعش مننا وتلزق مع الجبنة. دي الفراخ البانيه اللي احنا حمرناها سوا. نقطعها زي ما انتوا شايفين كده ونحطها. شرايح فلفل الوان، بحاول على قد ما اقدر على ان الحشوة تبقى في النص عشان ما تطلعش بره. نحط هنا زيتون، وبعدين هنحط طبقة جبنة تاني. في ناس ما بتحبش الجبنة، بنقلل الجبنة خالص علشانهم. نحط دلوقتي المايونيز، كاتشب، وهنحاول نطبق الكريب. طبعا كل ده يا جماعة وانا مشغله النار هادية خالص. بنحاول بقى نطبقه زي ما انتوا شايفين كده. وعملنا واحد تاني، هنحط برضو موتزاريلا، هنحط المستردة. وبعدين جبنا المبشورة بتاعتنا. وبعدين هنحط شرايح السوسيس اللي احنا مسويينه مع بعض. زي ما انتوا شايفين. وبعدين هنحط فلفل الالوان، وشوية زيتون. طبعا في ناس ما بتحبش الزيتون ما تحطوش، اللي عندكم متاح ممكن تحطوه.
اي حشوة انتوا بتحبوها ممكن تحطوها يا جماعة. ممكن تحطوا لحمة مفرومة، ممكن تحطوا كفتة، اي حشوة انتوا بتحبوها تحطوها. ممكن صدور فراخ، بيبقى باقي عندنا صدور فراخ الولاد ما بيرضوش يحبوه، ببقى اعمله لهم برضو كده واحطه في الكريب. حطينا دلوقتي طبقة جبنة وبعدين مايونيز وبعدين شوية كاتشب، ونبدأ ان احنا نطبق الكريب بتاعنا زي ما احنا شايفين. طبعا كان سخن، احاول ان امسكه لان انا مشغله النار زي ما انا قلت لكم علشان الجبنه تسيح معانا والكريب يفضل سخن زي ما انتوا شايفين كده. طبعا غير ان هو نضيف معمول في البيت، بتبقى متعة ان انتي عاملة حاجة بايدك والولاد بيحبوها، بدل ما نشتريها من بره نعمل لهم الحاجة اللي بيحبوها في البيت. زي ما انتوا شايفين اهو. اتحمر، اللي بيحبوا متحمر يا جماعة ممكن يحمروا عن كده زي ما انتوا عايزينه، في ايديكم ان انتوا تعملوه، بدل ما نشتريه من بره وهنلاقيه محروق وناشف. طبعا مش بايدينا حاجة، انما ده بايدينا ان احنا نعمله على مزاجنا وزي ما احنا بنحبه ممكن نعمله. كله متاح وتحت السيطرة طبعا. ماشي، حمرناه اهوت من كل ناحية وبدأت اعمل ايه واحد تاني. حطيت مستردة هسيبكم تشوفوا بقى نفس الخطوات اللي عملناها في الاتنين التانيين. اللي مش عايز يحط جبنة ممكن ما يحطش الجبنة يا جماعة، ممكن تحطوا شرايح جبنة رومي او شرايح جبنة الشيدر اللي انتوا بتحبوه ممكن تعملوه. ممكن لو عندكم بطاطس محمرة وعايزين تحطوها ممكن تحطوها عادي جدا. طبعا اي حاجة عايزين تاكلوها لعيالكم ممكن تحطوها في الكريب ده يا جماعة، وهما مش هيقولوا لكم لا، هياكلوها على طول. ما طبعا لو خضار هيقولوا لكم لا، فبتحطوا اللي انتوا عايزينه مع خلطة في حشوة الكريب دي. زي ما انتوا شايفين اهو، حطينا الفلفل الالوان والزيتون وبعدين هنحط الجبنة بتاعتنا وفوقيها كاتشب ومايونيز وبعدين نطبقه زي ما انتوا شايفين. نحط المايونيز والكاتشب هنطبقه زي ما انتوا شايفين. هنسيبه برضو يتحمر التحمير اللي احنا نحبه.
زي ما انتوا شايفين اهو، حشوة جميلة واحلى من بره. طبعا انا بعمله كده علشان يلزق ما يتفكش، يلزق في الجبنة. زي ما انتوا شايفين الحشوة جميل ومليانة اهو، حاجة معمولة بايدينا ما شاء الله. جربوه يا جماعة واعملوه في البيت، طريقة سهلة جدا. طبعا الولاد هيحبوها جدا وهيقولوا لك اعمل لها كل يوم، مش هيقولوا لا. شكل وريحة وطعم خطير بصراحة. كده احنا خلصنا الكريبات بتاعتنا. عملت كريب بانيه وسوسيس وناجتس، كلهم احلى من بعض، وشكله زي ما انتوا شايفين اهو جميل وخطير، وهتحبوه جدا ومعطوش هتشتروه من بره. وبألف هنا وشفا.